السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جهز نفسك لحلقة من الحلقات اللي اتطلبت كتير الفترة اللي فاتت، وهي الفرق بين مرض السكر من النوع الأول ومرض السكر من النوع التاني. والحلقة دي هتجاوب على كل الأسئلة اللي بتدور في بالك. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. خلينا بقى نعرف الفروقات اللي بينهم، وهنبتدي أول حاجة بأسباب المرض. بالنسبة لمريض السكر من النوع الأول، فالمرض ده بيحصل له بسبب أوتو إميون رياكشن أو مرض مناعي، أدى إلى إن خلايا الجسم المناعية هاجمت خلايا بيتا اللي بتكون موجودة في البنكرياس ودمرتها. وبما إن خلايا بيتا هي اللي بتصنع الأنسولين، فبالتالي تدميرها هيؤدي إلى عدم تصنيع الأنسولين في الجسم أصلا. والباحثين قالوا إنهم مش عارفين ليه خلايا الجسم المناعية هاجمت البنكرياس، لكنهم قالوا إنها ممكن تكون بسبب بعض العوامل الجينية أو العوامل البيئية، زي مثلا التعرض لبعض الفيروسات والبكتيريا. والنوع ده بيمثل حوالي من 5 إلى 10% من مرضى السكر. أما بقى بالنسبة لمريض السكر من النوع التاني، فده الأنسولين تعتبر نسبته عادية، لكن عنده ما يسمى بمقاومة الأنسولين، بمعنى إن الجسم بيكون أنسولين بس مش قادر يستخدمه بفعالية. يعني الأنسولين المفروض إنه بيفتح الخلايا ويدخل فيها الجلوكوز عشان يتم استخدامه في إنتاج الطاقة، لكن اللي بيحصل إنه الأنسولين ما بيدخلش الجلوكوز جوه الخلايا عشان بتقل حساسية مستقبلات الأنسولين في الجسم، وبالتالي بيسبب الإصابة بالسكر من النوع التاني. والنوع ده بيمثل حوالي من 90 إلى 95% من مرضى السكر، وده يعتبر النوع الشائع والأكثر انتشارا. نروح بقى للريسك فاكتور أو عوامل الخطر، ودي العوامل اللي بتزود فرص الإصابة بالمرض. بالنسبة لمريض السكر من النوع الأول، فيعتبر عوامل الخطر فيه مش واضحة قوي، لكن أهم الحاجات اللي بتزود الإصابة هي وجود تاريخ وراثي بالإصابة بالمرض ده لحد في العيلة. وتاني حاجة هي سن المريض، ومرض السكر من النوع الأول بيظهر أكتر في الأطفال والمراهقين. أما بقى بالنسبة للحاجات اللي بتزود من فرص الإصابة بالسكر من النوع التاني، فهي وجود تاريخ وراثي بالإصابة بالمرض ده لحد في العيلة، والسكر من النوع التاني بينتقل أكتر بالوراثة من النوع الأول. تاني حاجة هي زيادة الوزن أو السمنة، خصوصا لو في دهون ناحية البطن أو وجود كرش. كمان بعد سن 45 سنة بتزيد فرص الإصابة. كمان لو حصل سكر الحمل، فده بيعزز من فرص الإصابة بالسكر من النوع التاني، أو لو الأم ولدت طفل أكبر من 9 باوند. كمان السيدات اللي بتعاني من تكيسات المبايض أو البوليسيستيك أوفري سندروم، وبرضه قلة ممارسة الرياضة أو قلة الحركة ممكن يزود من فرص الإصابة. كمان الناس اللي بيكونوا في مرحلة ما قبل السكري ده بيزود من فرص الإصابة عندهم، وحاجات تانية كتير، لكن دي تعتبر أهم الحاجات اللي بتزود من فرص الإصابة. نيجي بقى للأعراض المصاحبة للمرض، وهنلاحظ إن الأعراض في مريض السكر من النوع الأول تعتبر هي نفس الأعراض في مريض السكر من النوع التاني باختلافات بسيطة. يعني بيحصل في الاتنين كثرة في التبول ودخول الحمام كذا مرة، الإحساس بالعطش ونشفان الريق ونتيجة لده بيشربوا مية كتير، كمان الإحساس الدائم بالجوع والإحساس بالتعب والإرهاق خلال اليوم، ومشاكل في الرؤية زي زغللة في العين مثلا، وطبعا الجروح والقرح ما بتخفش بسهولة وبتحتاج وقت، وممكن تلاقي دايما جفاف في الجلد، بالإضافة إلى أنهم بيحصل لهم إصابة بالعدوى أكتر من الإنسان الطبيعي بسبب ضعف المناعة عندهم. والأعراض دي بتكون أشد عند مريض السكر من النوع الأول. وفي حاجة إضافية كمان، إن مريض السكر من النوع الأول بيحصل له حاجة اسمها DKA، اللي هي الدايابتيك كيتو أسيدوزس أو الغيبوبة الكيتونية. ودي ببساطة لما الجسم بيقل فيه الأنسولين بيبتدي الجسم إنه يكسر الدهون عشان يستخدمها كمصدر للطاقة، وده هيؤدي إلى تراكم الأحماض المعروفة باسم الكيتونات في مجرى الدم، وهيحصل للمريض DKA. والحالة دي بتحصل لمريض السكر من النوع الأول أكتر من مريض السكر من النوع التاني. نيجي بقى للتحاليل المطلوبة لمعرفة المرض. بالنسبة لمريض السكر من النوع الأول، فالمفروض يعمل تحليل السي بيبتايد عشان يأكد على الإصابة بالمرض، أو يعمل تحليل Diabetes Specific Auto Antibody تتر، وده تحليل للأجسام المضادة الذاتية الخاصة بالسكر. أما بالنسبة لمريض السكر من النوع التاني، فالمفروض يعمل تحليل هيموجلوبين A1C، وده بيمثل متوسط مستوى السكر في الدم خلال آخر 3 شهور. ويفضل كمان لو يعمل تحليل هوما IR عشان يشوف مقاومة الأنسولين. نيجي بقى لطرق العلاج،
بالنسبة لمريض السكر من النوع الأول، فقولا واحدا العلاج الأساسي ليه هو حقن الأنسولين، وطبعا بيكون في متابعة يومية لمستوى السكر في الدم. أما بالنسبة لمريض السكر من النوع التاني، فده بياخد أدوية تظبط له مستويات السكر في الدم، زي مثلا الجلوكوفاج أو الأماريل أو الجالفاس. وطبعا الدواء اللي بيوصف ده بيكون تحت إشراف طبيب الباطنة بس. وفي بعض الحالات ممكن الطبيب يوصف أنسولين لمريض السكر من النوع التاني لو مستويات السكر عنده ما بتنزلش. وفي حالات تانية ممكن الطبيب يوقف لهم العلاج لو لقى إنهم غيروا من أسلوب حياتهم، زي إنهم بينظموا في الأكل أو بيمارسوا الرياضة بانتظام. ننتقل بقى لطرق الوقاية من المرض. بالنسبة لمريض السكر من النوع الأول، فده ملوش وقاية، لأن زي ما قلنا إن هو أوتو إميون ديسيز أو مرض مناعي، ومش في إيدينا إن إحنا نمنعه. أما بالنسبة لمريض السكر من النوع التاني، فده ليه طرق وقاية، زي الحفاظ على ثبات الوزن لو هو وزنه طبيعي، وكمان في حالة لو هو عنده زيادة في الوزن وخس فده هيقلل من فرص الإصابة بالمرض. كمان لو مارست رياضة بانتظام ولو 3 مرات أسبوعيا فده هيكون ممتاز. بالإضافة كمان إلى تنظيم الأكل وتقليل الأكلات الغنية بالسكريات والدهون. وبكده نكون عرفنا أهم الفروقات بين مرض السكر من النوع الأول ومرض السكر من النوع التاني، وجاوبنا على أهم الأسئلة المتعلقة بالاتنين. وأتمنى إنك لو استفدت من الحلقة دي إنك تشيرها لكل الناس عشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير جدا. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.